السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا امال سليم. هعمل معاكم النهارده بسكوت العيد بالبرتقال من غير لبن ومن غير عصير برتقال. طعمه في منتهى الجمال، ما تفرقوهوش عن الجاهز ابدا. هش وخفيف ومقرمش ومقاديره مظبوطه جدا وناجح من اول مره. مش هيفرش معاكي تاني باذن الله. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وتسيبيلي رايك في الكومنتات. ولو اول مره تشوفيني ياريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان توصلك وصفاتي. يلا نقول بسم الله ونشوف المقادير والطريقة. اول حاجة معانا 780 جرام دقيق، يعني حوالي كيلو الا ربع، وعليهم معلقتين كبيرة. 450 جرام زبدة، 320 جرام سكر بودرة، 5 بيضات، معلقة كبيرة بشر برتقان، أسانس برتقان معلقة صغيرة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح. يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة بضيف الزبدة في اناء. الزبدة بتكون بدرجة حرارة التلاجة، بس بطلعها قبل ما استخدمها من التلاجة بحوالي 10 دقايق مش اكتر، عشان الجو سخن، عشان يدوب بس ايه تفك معايا واقدر اضربها بسهولة. وابتدي اخفق فيها كويس جدا جدا لحد ما تفتحي معايا وتاخد قوام كريمي. وتبتدي تلمي الجوانب كده بسبتيولة او حاجة بتنزليهم، عشان كل كمية الزبدة معاكي تتخفق كويس جدا. او القوام افتحها خالص. بعد كده بنزل عليها بالسكر البودرة وابتدي اخفقها تاني لحد ما اخلص كمية السكر البودرة كلها. 320 جرام من السكر بتديني سكر مظبوط حلا. لو عايزة تزودي شوية ممكن تزودي 20 جرام كمان، مش اكتر من كده. بس ال 320 جرام كان الحلا بتاعه زي اللي بنشتريه بالظبط. الخطوة دي مهمة. كل ما ضربتي الزبدة والسكر والقوام بقى كريمي جدا، كل ما اديتك نتيجة كويسة. بعد كده بتنزلي عليه بالبيض. بننزل بالبيض بيضة بيضة، ما ينفعش كلهم. اول ما البيضة تبتدي تختلط بالخليط بتاعي ابتدي انزل البيضة التانية. حجم البيض بتاعي اللي هو الحجم المتوسط او العادي، يعني مش البيضة الكبيرة قوي ولا الصغيرة قوي. بعد ما تخلصي كمية البيض بتضيفي معلقة صغيرة من الفانيليا، وبعد كده معلقة كبيرة من بشر البرتقال. بتبشريه بالناحية الصغيرة في المبشرة، مش الكبيرة. وتحطي عليهم معلقة صغيرة من أسانس البرتقال أو العلبة كاملة، دي بنشتريها من العطار. بعد كده بنجيب المكونات الجافة وتضيفي على الدقيق معلقة كبيرة من بيكنج باودر ورشة الملح وتخلطيهم كويس. بعد كده ترجعي للخليط بتاعك وتضيفي شوية شوية وتلمي العجينة لم كده يدوب. مش تعجنيها، يدوب بس الزبدة والسكر يختلطوا بالدقيق بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا يدوب بدخلهم مع بعض.
شوية شوية لحد ما اخلص كمية الدقيق بتاعي. بالراحة كده على العجينة عشان ما تديكيش بسكوت ناشف بعد كده. اهو يدوب بجيب الدقيق اللي في الجناب ومن تحت عشان يختلطوا، وادي قوام العجينة بتاعتي. بعد كده بجهز الصينية بتاعتي يدوب او الصاج، بحط نقطة من الزيت وامسحها كويس، واجيب بعد كده منديل ومشي على الصينية. ادي القمع بتاعي هحطه في كيس الحلواني، وهجيب كيس تاني واحطه معاهم. الافضل وانتي بتشتغلي تحطي في كيسين من الاكياس الحلواني، او لو عندك الكيس السيليكون برضو بيكون جميل. وتضيفي كمية من العجينة بتاعتك وتبتدي تشكلي البسكوت. ادي البسكوت بتاعي هبتدي اشكله بالشكل ده. حاولي تكون ايدك مظبوطة لان بيحتفظ بالشكل اللي انتي عملتيه. بتنزلي كده الطول اللي انتي عايزاه وتضغطي ضغطة خفيفة خالص على اخر البسكوتة عشان تقطع معاكي. العجينة بتخرج بسهولة وجميلة جدا. بتدخلي البسكوت بتاعك على درجة حرارة 180 وتكوني مسخنة الفرن كويس. واهم خطوة بتعمليها ان لازم يكون البسكوت قبل ما تدخليه ساقع. يعني لو احنا اول صاج بيكون العجينة عادة لسه ساقعة، بس بتدخلي الاول العجينة قبل ما تبدأي تشتغلي فيها التلاجة حوالي ربع ساعة تلت ساعة مش اكتر، تكوني دهنتي الصواني او السجان بتاعتك. بعد كده تبتدي تشكلي البسكوت، وهو بعد ما طلع شايفة لونه ممتاز ازاي، وشايفة هش كمان، بجد كان تحفة جدا. هو بياخد حوالي 20 دقيقة في الفرن، وبعد كده تفتحي الشواية بياخد 5 دقايق بحيث ياخد لون. ده بالنسبة للفرن بتاعتي، وطبعا الفرن بتختلف من فرن لفرن، فتتبعي البسكوت بتاعك بحيث تاخدي درجة التسوية اللي انتي تحبيها. الحاجة التانية اللي تعمليها انك كل ما تيجي تعملي صاج من البسكوت زي ما قلتلك لازم يكون ساقع. طب هنقدر نحتفظ بيه ساقع ازاي؟ انك انتي بعد ما تشكلي الصاج بتاعك دخليه التلاجة حوالي 10 دقايق قبل ما تدخليه الفرن، لان لو دخلتي العجينة كلها بعد كده هتلاقيها تقيلة معاكي في القمع. لكن احنا بندخلها اول مرة بس، بعد ما تخلصي العجينة تدخليها زي ما قلتلك ربع ساعة، وبعد كده تبدأي تشتغلي بيها. لكن في باقي الصواني بتاعتك بتخلصي الصينية او الصاج وتدخليها التلاجة 10 دقايق، وبعد كده تطلعيه على الفرن، وهكذا. ما ينفعش تسيبيه في درجة حرارة الغرفة لانه عادة ممكن يفرش معاكي او الزبدة تخرج منه. وادي البسكوت بعد ما خلصناه بجد كان جميل جدا وشكله شيك خالص، كأنك شارياه جاهز، لا يمكن تفرقيه عن الجاهز. والريحة والطعم وهش ويعني بجد حاجة مخدومة. ودي مجموعة المخبوزات اللي احنا عملناها في العيد، الكحك بتاعنا والبوتفور والبسكوت، بجد كان كلهم في منتهى الجمال. يا ريت تجربي وصفاتي للعيد، وكل سنة وانتوا طيبين، وربنا يعيد عليكم الأيام بخير. لو عجبك الفيديو النهاردة ما تنسيش
لايك وشير للفيديو، ولو أول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. بحبكم في الله، أمل سليم.